قبل أن أتحدث عن اللقاء لا يسعني سوى الشكر للزميل إسلام البرقاوي وإلى المحللين الأفاضل الكابتن رشيد المهدية. وجول عمرك ما تآمن غدرها، عمرك ما تآمن غدرها. غدارة يا كورة، غدارة يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري يا دميري. على طول غدرت، لعبتها من اولها ناوية، من اولها عايزة. وايه الغلط ده؟ ايه الغلط ده يا اكرم يا هادي؟ ده انت حتى اسمك الهادي لازم كنت تبقى مخلي بالك. ولكن الدميري على طول للوحدات اهي الطولية على اليمين. كان هيصدق وقف اتركب، هي المية اللي موجودة في الملعب. لكن هو غدر كرة القدم، هو غدر كرة القدم. ولكنه الوحدات الكبير في هدف في مرمى المريخ السوداني. اشتعل يلقاء وولع يلقاء. خليك ماتش حلو، عايزين نشوف كرة جميلة. وهنا الدميري في كرة غير متوقعة، ابرز المتفائلين لم يتوقعها. ولكن هي كرة القدم كما عودتنا على غدرها. 1-0. محمد الدميري في هذا التوقيت يضيف اولى اهداف اللقاء في الدقيقة الاولى. واعتقد ان هذا الهدف هو اسرع هدف دخل في مسابقة دوري ابطال العرب حتى الان. 1 الوحدات لا شيء المريخ. اللقاء الذهاب انتهى بفوز المريخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ضربة حرة مباشرة وصفارة موجودة من محسن بسمة. ادي التمريرة وادي التسديدة الارضية والجول في هذا التوقيت يظهر رأفت، في هذا التوقيت يظهر رأفت. لكن فيها ايه؟ مخبي ايه يا حكم؟ مخبي ايه يا حكم؟ لا ده هي جول، ده هي جول. ولكن هناك اعتداء على حسن عبد الفتاح. لكن الانسان رأفت يعيد الامال والطموح في هذا الوقت بهدف ثاني جميل. لكن يا جماعة ارجوك يا مخرج عشان خاطري عيد تنفيذ الضربة الحرة المباشرة مرة ثانية. ارجوك ورينا ازاي التكتيك اتعمل. شكرا ليك. اهي ادي التمريرة والعدلة والسندة وادي رأفت. رجليك عايزة تتلفف حرير يا رأفت. اهي العدلة من مين؟ من شلباية ورأفت. قلت لكم النهاردة هم حاملي الامال وحاملي العقود الذهبية بالنسبة للأولوية التهديفية لنادي الوحدات. لم أكذب ولم يكذب وصدق شلباية ورأفت بهذا الهدف الجميل. 2-1. اهيا اكرم الهادي يعاني. ارجو الزملاء في الاستوديو التحليلي ان يتعرضوا لهذا الموقف. هنا حسن عبد الفتاح داخل يجيب الكوره وادي التدخل القوي. ادي حسن عبد الفتاح، عدى حسن بيحاول يلعب البينيه، تتهيأ عند عامر، تمريره بينيه ومحاوله للتسديد ومرور وتسديد وجول